ايه بقى يا حاجة؟ دي تالت مرة في نفس الأسبوع تطلبي مني مصاريف الأكل، أنا لو مربي ديناصورات يا شيخة مش هتعملي معايا اللي أنت بتعمليه ده. جرى ايه يا حاج؟ هو انت هتبص في اللقمه اللي عيالك بياكلوها ولا ايه؟ ما تصلي على النبي كده. استغفر الله العظيم يا رب، هو أنا قلت لهم يا حاجة ما ياكلوش؟ ياكلوا، بس في حاجة اسمها عقل، دي تاني مرة أجيب أكل يكفي شهر كامل يا شيخة. الصراحه يا حاج انت عندك حق في الموضوع ده، بس انا والله ما اعرف الاكل ده بيروح فين. بس انا هقول لك على حاجه، فكرت في حل، انما ايه حل جميل قوي قوي قوي، وهمسك لك اللي بياكل الاكل ده متلبس، وبكره تقول. هتعملي إيه يعني يا حاجة؟ بص يا حاج، انا عامله دلوقتي حته صينيه بشاميل، يلا فظيعه فظيعه فظيعه، هتشم ريحتها من على اول الشارع. حطيتها على ايه؟ على ترابيزه السفره اللي هناك ده اهي. اول ما حد يجي ناحيتها ولا يشمها حتى هكون قفشاه، وهو ده اللي هيكون بيخلص اكل البيت. مكرونة بشاميل؟ هي فين دي يا حاجة ها؟ اهي يا حاج، اهي يا سيدي. يا نهار اسود يا نسيبتي، ده انا لسه حطاها دلوقتي بايدي يا حاج، راحت فين يا اولاد؟ لا يا حاج احنا كده مش محتاجين نجيب اكل، احنا محتاجين نجيب شيخ للبيت ده، الاكل بيروح فين يا اولاد؟ الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ده حاجه ما يتسكتش عليها والله. اقول لك ايه، انا قلقان ومش مطمن. ابوك لو عارف اني بخفي الاكل وبجيبه لك لحد عندك هيقرا عليا المعوزتين وهيحرقني وهيوديني في داهيه. يا اخي هو انت حد بيشوف غيري؟ ما تقلقش ما تقلقش. اما شوف اخرة الوقعة السودا اللي وقعتها في بيت المجانين دي هتودينا على فين؟ انا عفريت وليا امتى على فكرة؟ يا اخي هو حد عمل لك حاجه ولا دوس لك على طرف؟ ما انت اللي لابسني. هو حد قال لك تكب كوباية الشاي السخنة عليا وانا في الحوض؟ يا عم انا كان قصدي ان انا اكب عليك كوبايه الشاي. طب اسكت ابوك جاي ولو شافك بتكلم نفسك مش هيحلك الا لما يكشف على عقلك. انا هختفي، يلا سلام. طب اخفيني وحياة امك معاك، اخفيني والنبي وحياة قبيلتك يا شيخ، لا انت خفيني. بقى انت اللي بتخلص الاكل ده كله يا علم؟ بابي انا جعان والله وكنت باكل. جعان؟ ما تيجي تاكلنا انا واخواتك يا اخي بالمرة. مش هسيبك.